ازيكم حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل مع بعض الجبنه النستون. زي ما انتم شايفين كده منظرها عامل ازاي، طالعه جميله جدا جدا بجد، احلى من الجاهزه بكتير بكتير واوفر. وضامنه انت حاطه فيها حليب حقيقي وكل حاجه طبعا طبيعيه. يعني هتشوفوا دلوقتي المكونات بتاعتها وطريقتها سهله قد ايه. هتتفرد معاكي في العيش، في اي نوع عيش هتتفرد معاكي بكل سهوله. هتعملي كميه بكوبايتين حليب، مجين حليب، يعني هيعملوا لك كل الكمية اللي انتوا شايفينها دي. جميلة جدا جدا، طعمها كمان تحفة. يلا نبدأ. معايا معلقتين زبدة كبار، دي زبدة نيوزيلندي. كل ما كانت الزبدة نوعها حلو هتديكي جبنة طعمها حلو. وبرضو ينفع أي نوع زبدة تستخدمي، أي نوع هينفع. حطيت عليهم نص كيلو حليب، وهنحط 4 مكعبات، 4 مثلثات جبنة، أي نوع جبنة برضو، أي نوع جبنة نستون من اللي احنا بنشتريها. 4 مثلثات بس. 4 معالق نشا كبار، 4 معالق نشا كبار، و4 مثلثات الجبنة حطيناهم، والزبدة والحليب. دي نص معلقة صغيرة ملح. كده المكونات بتاعتي الأساسية خلصت. أنا بقى عايزة أزود، ممكن تزودي براحتك يعني. فأنا هزود هنا كيس من اللي هو الحليب النيدو ده، كيس حليب بودر يعني، أو معلقة أو 2 زي ما انت حابة. عايزة تلغيها خالص ممكن. هنا انا عندي دي نوع جبنة انا كنت عاملاه، شبه الجبنة الكيري بالظبط، كانت جميلة جدا. عشان كانت عندي فهحط منها. انت ما عندكيش خلاص، يبقى كده ايه، خلاص يعني الحليب البودر والجبنة اللي انا بحطها دي دول اختياري انا، عشان كانت موجودة عندي وانا اللي كنت عاملاها. كانت زي الجبنة الكيري. هبقى اعملها في مرة برضو واصورها معاكم. كانت طالعة حلوة جدا، لونها حلو ودسمة وجميلة جدا. خلاص كده انا حطينا كل المكونات، رفعتها على النار على اصغر عين. والتقليب بقى بيكون مستمر، ما تشيليش ايدك منها لحد ما تبقى ناعمة وكريمية خالص زي ما تشوفوا كده. يبقى المكونات الأساسية اللي عندك: معلقتين كبار زبدة، أي نوع برضو انت تحبيه. هنا كانت لسه الجبنة لسه مخرزة شوية. هفضل أقلب، مش هشيل ايدي منها لحد ما تنعم خالص خالص كده. خلاص كده تمام قوي. بصوا، وبتكون تخينة كده وتقيلة، لازم تكون بالقوام ده وبالشكل ده. كده تمام قوي. هنبتدي بقى نعبيها، وهنشوف بقى هنعبيها مع بعض ازاي وهنغلفها ازاي. يبقى كده المكونات بتاعت الجبنة هقولها لكم برضو تاني عشان اللي ما خدش باله. هي 4 معلقتين كبار زبدة، نص حليب، نص كيلو حليب أو مجين كبار لو هتعايري. لو عندك مثلا أي نوع حليب على فكرة هينفع، بس كل ما كان الحليب فيه دسم بتكون حلوة. خلاص بص انا بعبيها ازاي. نفس علب الجبنة النستون دي انا بغلفها بستريتش او بكيس تلاجة من فوق ومن تحت. بحط كيس من تحت اهو كده، وهفضي عليه الجبنة، وبحط كيس مربع تاني من فوقيها نفس المربع كده، وبتحط استرتش او كيس تلاجة زي ما انت حابة. وزي ما انتوا شايفين كده طريقة التغليف هعملها ازاي، وهنقطعها مع بعض وهتبقى تشوفوها شكلها عامل ازاي. معلقتين 2 زبدة، نص حليب، 4 جبنة، و4 نشا كبار. 4 جبنة نستون و4 نشا كبار، ونص معلقة صغيرة من الملح. ما تكتريش الملح لأن معروف إن الجبنة النستون ما بيكونش فيها ملح غير حاجة بسيطة. إن لو ملحت مش هتبقى حلوة. بعد كده لو عايزة تحطي بقى الحليب البودر حطي، عايزة تحطي جبنة تاني حطي، وبس كده. يعني طريقتها سهلة جدا جدا، يعني اهي زي ما انتوا شايفين كده. طبعا لما بحط الكيس البلاستيك بضغط عليها من فوق وبسويها. بتكون سخنة شوية، بس مش سخنة لدرجة ان هي انت مش هتستحمليها، لا هتستحمليها. زي ما انتوا شايفين كده المقادير كانت بسيطة جدا وقليلة، يعني مش كبيرة. بس بصوا عملت لكم قد ايه جبنة. يعني كام علبة؟ شوفوا العلبة النهاردة انتوا بتجيبوها بكام. وطبعا ما انتيش ضامنة حاطين فيها زبدة نوعها ايه ولا كمية الحليب ولا اي حاجة. دي مضمونة 100%. الحبة اللي زادوا حطيتهم في كوباية من كوبايات الايس كريم كده، وبس كده. وغلفناهم وحطيتهم في التلاجة لما سقعوا 4 ساعات. بعد 4 ساعات طلعتهم وقطعتهم.
زي ما انتم شايفين كده. طريقة التقطيع هتكون ازاي؟ هتقطعي من فوق الكيس، ما تقطعيش من تحت يعني تشيل الكيس وبعدين تقطعي، لا. هنا انا قطعت دي اهي، معلش كنت مفكرة الكاميرا بتصور. هقطع دي كمان اهو معاكم اهو. طلعتها من العلبة، طبعا طالعة قطعة واحدة بظهر السكينة، مش بوش السكينة، بظهر السكينة بقطعها اهي. هي مش بتستحمل طبعا، بتتقطع معاكي سهلة جدا اهو بالمنظر ده اهو. والكيس بيفضل موجود عليها، وحتى لما بعد كده انا ارجعهم على العلب تاني وهحفظهم في التلاجة على الرف عادي. هيقعدوا معاكي مثلا ممكن 5 ايام 6 ايام 7، يعني ما تخليهاش تطول. لو عايزاها تطول حطيها بقى في الفريزر، عشان دي ما فيهاش مواد حافظة ولا اي حاجة. يعني دي احلى ما فيها، ان كمان ما فيهاش مواد حافظة، تعمليها لعيالك كده وانت مطمنة. خلاص هنحطها بقى كده اهو، نحط الاسترتش عليها وبغطيها، وهدخلهم التلاجة تاني، هرجعهم في العلب وهغطيهم تاني. العلب دي طبعا انا كنت مجمعة، انا ما بشتريش الجبنة دي كتير بصراحة. فانا مجمعاهم يعني كم مرة كده، مرة على مرة. فبشتريها كنت لما بكون هعمل وصفة بحتاج فيها الجبنة النستون. اللي انت عاملاها دي في ايدي بايدك هتكون اطعم بكتير. الزبدة فلاحي، زبدة نيوزيلندي. الحليب انت عارفة حاطة حليب ايه، ممكن كمان هتزودي وتحطي. بصوا منظرها تحفة، وطعمها وريحتها صدقوني جميلة جدا جدا. وعملت لكم وتعمل لك عدد ايه 5 علب، يعني وغير الكوباية اللي فاضلة دي، يعني ما يوازي 6 علب جبنة بحاجة بسيطة جدا. جربوها ان شاء الله هتعجبكم، وهتوفر لكم كتير جدا، وطعمها هيعجب عيالكم بجد، يعني حلوة خالص خالص. وبس كده خلص الفيديو بتاعنا، يا رب يعجبكم. اشوفكم على خير فيديو جديد، ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو، وباي باي.